انت عارف ان اختيارك الغلط لقماش الركنه او الانتريه ممكن يعيشك في جحيم؟ إيه اللي وصلنا للمرحلة دي بس؟ عشان كده ركز معايا في الحاجات اللي جايه دي عشان مهمه جدا، وعشان الركنه مريحه واحيانا بتبقى مكان للنوم، بتبقى عايزه قماشه ناعمه وطريه، وفي الحاله دي ما بنخرجش بين حاجتين، القطيفه والكتان الناعم. واهم حاجه تكون خامه معالجه عشان ما تحركش وتكون مقاومه للميه والبكتيريا، واهم حاجه تبقى سهله في التنظيف عشان لو ما اتنضفتش هي هتخليك تنضف. فك. طب بالنسبة للأنتريه ده مكان استقبال الضيوف، يعني عايز حاجة تشد المكان، فعندك أنواع كتير أهمهم الكتانات والباندا والبوكلت، ودي موجودة في أماكن كتير هعمل لك منشن ليه. طب أعمل الستاير كتان ولا قطيفة؟ هقول لك الفرق ما بينهم عشان تعرف تحدد المناسب ليك. الكتان والقطن خامات بتساعد على مرور الهواء أشعة الشمس، وممكن تتحط لوحدها من غير بلاك أوت هيبقى شكلها حلو جدا، وده بيساعد على هدوء المكان خصوصا لو الستايل بوهو أو سيمبل موديل. أما القطيفة والفيلفيد والشانيل خامات تقيلة بنستعملها لتحجيم ضوء الشمس ولو عايزين خصوصية أكتر، وبتدي فخامة ودفء للمكان خصوصا لو الستايل بتاعك كلاسيك او نيو كلاسيك او مودرن. وخلي بالك بتبقى طبقتين بلاك اوت وكتان، وبتبقى الوانهم متناسقه مع لون الانتريه او الركن. ولو عندك بلكونه او شباك لازم تبقى ستاره مغطيه الظهر كله، صدقني بتبقى احلى واقيم. وخلي بالك من مقاسات السجاد مع الانتريه والركنه عشان لو مقاساتها مش مظبوطه بيبقى شكلها مش احسن حاجه، وطبعا لما بتتنسب بيبقى شكلها احسن واقيم. استناني الفيديو الجاي عشان نحسم الجدل في موضوع السفره من غير نيش ولا بنيش. انا خالد ناصر جاي افهمك مش جاي ابيع لك.